حكاية النهاردة بتتكلم عن الراجل ابن أمه. بتقول طول الوقت مرتبط ارتباط كبير جدا بمامته، كل حاجة مامته تقولها هي بالظبط اللي لازم تتعمل، مفيش أي طلبات ليا، مفيش أي استجابة لأي حاجة بقولها ولا انتباه أصلا ليا ولوجودي في حياته. تركيزه الدائم دايما ماما ماما ماما، ماما هي الأولى، ماما هي الأبدى، ماما هي التركيز الكامل اللي هو حاطط انتباهه عليه. فكل مره باجي اكلمه اقول له شوفني، حس بيا، ساعدني ان انا اعبر عن اللي جوايا، مش محتاج ان هو يركز معايا ابدا، لان ماما ماليه المساحه دي عنده. ماما هي الاهم حاجه في حياته، اهم من بيته، اهم من مراته، كمان الجديد اهم من عياله. في كل مره بتكلم معاه دايما يركز انا هرجع لماما الاول واقول لك رايها هيبقى ايه. ما عندوش رأي، ما عندوش قرارات، ما عندوش مساحة أصلا من الخصوصية كراجل في حياته بره عن مامته. تقريبا هو لسه ما اتفطمش، لحد النهاردة مرتبط بمامته ارتباط مأثر على علاقتي بيه. أعتقد لو كل معايا أكلة بيبقى حاسس بالتأنيب والذنب إن هو ما بياكلهاش مع مامته، ولو خرج معايا خروجة متضايق جدا إن مامته مش معانا، ولو كلم العيال بحاجة أو العيال سألوه سؤال محتاج يرجع كمان لماما عشان يسألها يجاوبهم إزاي أو يقول لهم إيه. قرارات المدارس، قرارات الدروس، قرارات النادي، قرارات الخروجات، حتى قرارات المصيف بيرجع فيها. اتكلمت معاه كتير وقلت له طب وجودي في حياتك، طب أهمية وجودي في حياتك. هو مش قادر يطلع بره عباية ماما. عارفة يا كوتش بالظبط عامل زي الراجل اللي بيقول أنا مش هعرف أطلع بره جلباب أبويا بيشتغل شغلانة أنا هكمل الشغلانة دي بالظبط. بس دي حاجة طبيعية في الحياة، ان ممكن الولد يتمنى فعلا ان هو يكمل شغلانة باباه لو عندهم بيزنس فاميلي، بس غريبة جدا ان الولد مش قادر يخرج بره عباية مامته. حاجة غريبة قوي، يكون كبر وكسر ال30 ولسه مامته هي المحرك الاول في حياته. ممكن تقوليلي انا اعمل ايه؟ الصوت اللي انا قلته من شوية ده موجود جوه بيوت ناس كتير جدا، موجود وبيحرك ناس كتير قوي، موجود وبيحرك رجالة في بيوتها ومسيطر عليهم لسه صوت ماما. علشان كده الصوت ده لو موجود في حياتك انت محتاجة تسألي نفسك شوية أسئلة. أول حاجة، انت لما جيتي تختاري الراجل ده من البداية خدتي بالك مدى عمق علاقته بمامته؟ خدتي بالك من الخطوبة مدى درجة ارتباطه بمامته؟ أكيد وانتوا بتختاروا تجهيزات الجواز وبتختاروا القاعة وبتختاروا الفستان كانت مامته مشاركة في كل الحاجات دي، كانت مامته مشاركة في الديكوريشن بتاع البيت، كانت مشاركة في العفش، مشاركة في كل التفاصيل. ما خدتيش بالك نهائيا ان كل التفاصيل الدقيقة دي بتخليكي محتاجة ان انت تنتبهي وتعملي عليها هايلايت؟ ما خدتيش بالك نهائيا ان كل الحاجات دي معناها ان الراجل ده عنده حميمية زيادة عن اللزوم مع مامته؟ عشان الراجل يقدر يخرج بره عباية مامته محتاج ان هو يدرك اصلا من البداية ان اللي هو بيعمله ده مش صح، ويدرك ان هو كائن منفصل عن مامته، وانه خلاص دلوقتي بقى ادلت، بقى كبير، لسه مش طفل صغير ماسك في عباية مامته بيجرجر فيها. ما ننكرش ابدا ان اهالينا عندهم خبرة وعندهم معلومات وعندهم وفرة وعندهم حب دفين لينا من جوه ان هم يساعدونا باكبر طريقة، بس اوقات بتبقى المساعدة دي هي السم القاتل اللي مخلينا مش عارفين نكمل حياتنا. على فكرة قصص كتير جدا بسمعها ان في رجالة ما عرفتش تتغير تغير جذري غير بعد وفاة الاب والام، ما عرفش يكون زوج كويس ولا اب كويس ولا منتبه لبيته وعياله غير بعد ما الاب والام مشيوا، غير بعد ما بدأ يحس ان هو لوحده وبقى شخص كبير ناضج ومسؤول. ساعتها بدأ يدرك فعلا ان هو عنده دفة في حياته، والدفة دي المفروض تكون موجودة في ايده. لو انت بتسمعني النهاردة وعايش المشاعر دي او عايش الافكار دي، اسأل نفسك واسمح لنفسك النهاردة من خلال الفيديو ده ان انت تستقبل الحياة بيك انت، تستقبل الحياة بمشاعرك انت، تستقبل الحياة حتى بالمينينج اللي عندك، تستقبل الحياة بقراراتك انت. ساعد نفسك انك تكون عندك شخصية، ساعد نفسك انك تكون عندك رؤية، ساعد نفسك انك تتصل بقيمك. ما تسيبش نفسك عامل زي العربية المركونة في الشارع، اي حد جاب جوه العربية دي ميدالية او اي حاجة من حقه ان هو يشارك فيها، لانك مش عربية، مش من حق حد ان هو يشارك في قراراتك
ولا في مصيرك في الحياة غيرك انت، لان ده اللي انت هتتسأل عليه. فهحكي لكم حكاوي، يلا بينا نسمع صوت جوه كل حد فيكم بيتكلم بس احنا بنعمل له هص.